في حلقة جديدة مع جاي شرف. بس this episode هتبقى very special عشان احنا all the way from New York City. اوكي سو اولا ده رقم البيلدينج 359. بعدين احنا عشان يسيبوا لنا المفتاح وما يقابلوناش حطوه لنا جوه هنا دوت بيتفتح. معرفش لما غيروا اللوك ولا لا. ليتس تراي. طبعا انتوا كده انا عماله اديكوا الارقام بتاعتي، انتوا ممكن لو حد هنا يسرقني عادي جدا. اوكي ترى كانوا سايبين لنا المفتاح ده جوه هنا. تمام and you close it up. اوكي نحطوه جوه هنا. الحاجه الغريبه بقى انه عاده هنفتح كده، لا الباب بيتفتح الناحيه التانيه. اوكي ولو حد جاي يزورك هيرن الانتركوم عادي جدا زي اي بلد في العالم. then هنا it's the mailbox. اوكي وبيسيبوا الجرايد هنا في another intercom عشان باب تاني. احنا عايشين في الدور الاولاني زي ما انتم شايفين. السلالم يعني قديمه جدا. احنا دور جرانيت وانا ابارتمنت 2A. الرقم بقى محطوط فين؟ هنا تحت. باين قوي عشان الاضاءه. هنا رقم تحت هنا. وبعدين احلى حاجه في الباب انه مفيش مفتاح. you don't use a key. هو زي اللوك سيستم. مش هقول لكم الباسورد او عادي اقول سمعت اللوك ان بيوبن كده ويتفتح الباب. وبعدين وانا نازله بقى اقفله ازاي؟ doesn't lock automatically. تقفله تحط نفس الرقم كده اللي lock كده. سمعتوا التك كده معناها ده بيتقفل. isn't that so cool؟ انا قاعده هنا في نيويورك شويه، واول حاجه حابه اشارككم فيها المكان اللي انا قاعده فيه. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لنا لايك شير وسبسكرايب. فولو على الانستجرام هحط لكم الاكونت تحت زي ما انتم متعودين. انا قاعده في منطقه اسمها تشيلسي في منهاتن. هنا حلوه قوي عندهم عشان الواحد ما يتوهش. كل الشوارع بالارقام افنيوز وستريت، الواحد يعني مش هيتوه. جاهزين عشان افرجكم الشقه. هنا في حاجات حلوه كتير في الشقه يعني بالنسبه لنا احنا يعني جايين من مصر. it's really cool. هي طبعا بالنسبه لاي دوله تانية حاجه عاديه جدا. طبعا انا عايزه اقول لكم سر، انا هنا عندهم حاجات تكنولوجي كتير قوي ساعات بحس ان انا متخلفه. جاهزين افرجكم الشقه؟ يلا بينا. بعدين ندخل الشقه. اول ما ندخل على اليمين اوكي في زي كلازت حاطين لنا فيه الفاكيوم كلينر، لنا الحاجات اللي هي التنظيف، تويلت بيبرز كتير قوي. وهنا فوق في كفر تاني للسرير. في كل الادوات اللي احنا وي مايت يوز هم حاطينها لنا مفكرين فيه. بعدين الشمال هنا تويلت. احلى حاجه ان في نور في البانيو كمان. هنا سو كول. هو الحمام صغير شويه سو كلين ودي اهم حاجه. في هوت واتر. وبعدين المطبخ It's American kitchen. بصوا النور هنا. احلى حاجه في النور ان هو you can change it, you can adjust it. بصوا كده بنطفيه كده نولع. I love it. انا بحب اقعد العب فيه. and then طبعا don't mind الماسك بتاعت my makeup. and احنا طبعا جبنا فود. انا هبقى اعمل لكم reviews about some food. بس هما كانوا حاطين لنا welcome in Hershey's Kisses. يا جماعه I love these chocolates so much. بعدين حاطين لنا شكل البيلدينجز كانوا ايه زمان جدا في ال 1940s. تخيلوا المبنى دوت من 1940s يعني it's almost 100 okay 80 years. Isn't that so cool؟ مايكروويف، ثلاجة، حتى الحوض عاجبني قوي. الحوض بصوا لما تفتحوا المية ممكن تنزل كده ممكن تنزل كده. وبعدين جوه هنا بقى you guys because they recycle. فالgarbage it has two compartments. هنا everyone recycles. لما كنت بقول لهم ان انا عايزه مثلا بلاستيك باج وانا رايحه اشتري حاجه من السوبر ماركت they were like plastic bag we don't use plastic bags anymore. فانا حسيت برضو ان انا ايه يعني جايه من قرن اخر اصلا يعني that I'm still using plastic bag. and then here في دواليب اهو بصوا they give me paper bag can recycle. هنا كانوا حاطين لي all the information that we might need. طبعا في واي فاي. وهنا اللوندري في كارت عشان تستخدمه في لللوندري. هنا في دولاب والدولاب دوت ممكن اعلق فيه حاجات. في مكوى في لوندري. this is the living room area. اوكي انا عجباني جدا اللوحه دي نجفه عامله اضاءه حلوه زي في السقف. and then this is like the New York skyline which is
one of the most beautiful skylines in the world in my opinion. وحاطين لنا شوية كتب تحفة، أو I think إن هم تحفة. في واحد already حطيته في الحمام دوت. It's يعني just رسومات وفيهم one word see like and grow. حلو قوي. I read it in like 5 minutes. And then this one tells you some New York basic tips and etiquette. اوكي والله في حاجات مفيدة قوي، زي مثلا انه نيويورك is full of strangers، و as long ان انت مش في طريق حد او حد في طريقك الدنيا هتبقى تمام. حاجة تانية انه بيشرح لك مثلا ايه الفرق ما بين uptown و downtown east and west manhattan. بيشرح لك كمان مثلا في السبواي او الباسز او ما تركبش على طول، لازم الناس الاول تطلع and then you enter علشان هتلاقي هجوم ناس طالعه. واكتر تيب ثابته في مخي وعلى طول يعني طول ما انا ماشيه في الشارع خايف الموضوع دوت، انه خلي بالكوا ان في لين للعجل، وان لو انت مثلا نازل من تاكسي او نازل من عربيه الباب وانت بتفتحه بيقتل ناس كتير جدا لانه ما بتشوفش ان في حد جاي بالعجل فبتخبطه فممكن حد يموت. فالتيب ديت رعباني طول ما انا هنا. في حاجات تانية لذيذة كتير. And then there's this book about psychology that أكيد I want to read. And there's a novel. في حاجات حلوة كتير يعني. Humans of New York. I love Humans of New York. They have that account on Instagram. And then يجي بقى لل TV. دي another technology. Turn it on. Turn on. Turn on. Okay. And then, okay, you use another remote. Okay, you will press home. ما عندهمش TV العادي. TV العادي اسمه هنا اسمه YouTube. Okay, and it's not actually YouTube. It's like a normal TV وكل حاجة. بس you see هنا بقى you're gonna choose. مثلا you go live. ده بيقول لك كل programs that you choose from. Okay, فأنت تختار وبيديك الجدول. بس احلى حاجه مثلا say let's watch the view. Oh, I used to love this show so much. Okay, you can pause it and see I paused it. You can pause it تروح تعمل اللي انت عايزه وبعدين ترجع تكمل تتفرج. فده الاختراع ده عاجبني جدا. بس after the TV بقى بنيجي هنا to the bedroom. اوكي كل الانوار على فكره بتغير وكده. And this is another picture of the New York skyline. وده الدولاب دومي فيه. Can you tell that I like pink and green? Can you tell? Can you tell? And then نشوف بقى أهم حاجة. هما كمان كانوا حاطين لنا earplugs. اوكي لكل واحد جنب سريره. أنا جايبة my own because ما بعرفش أنام من غير earplugs. عشان a very important tip هنا is إنه البيلدينجز طول ما أنت يعني قاعد هتسمع صوت رجلين الجيران. ممكن لو حد بيتكلم صوت عالي شويه او التلفزيون عالي شويه هتسمعه. الحيطان اكنها ورق بجد. Another important tip is ان هنا الكوبس بتاعهم غير بتاعنا. هما كتر خيرهم حطوا لنا نوع واحد converter بس احنا لسه مش لاقيين more, so you need to bring this type more. وحاجه تانية اكتشفتها انه الكهرباء ممكن تبقى اضعف هنا. هو امبارح كان في a lot of snow بس هو النهارده خلاص ساح. جماعه شايفين البلد في كل حته في garbage. عيب قوي الصراحه. يعني انا بالنسبه لي دي اوحش حاجه في نيويورك، انه يعني it's one of the most advanced countries in the world وبيبقى لسه في garbage وكده. بس كده في فران في الجاربج. يعني دي aware. ده اصلا ساعات الناس تقعد تهزر انه مثلا لما يسافروا ويرجعوا بيلاقوا مثلا نفس الفار موجود في المترو تراكس. اوكي يقعدوا يقولوا له هاي وكده وحشتنا وكده. بجد انا لما كنت I used to live here كان تعداد فيران 9 times as much as the humans وده كان من كذا سنه. فبالكم دلوقتي بقوا كام؟ وانا عندي فوبيا ورعب من الفيران. اتمنى ان انا ما اقابلش اني on my stay عشان it will ruin my stay وهي اصلا بايظه. احنا اول ما جينا we lost our luggage وكل مره بنيجي نيويورك لازم يحصل لنا مشكله في اللوجج. فبليز خلي بالكم وبس. this is my apartment. I hope you like it because I love it. ومتنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وقولوا لنا مثلا if you come to New York قعدتوا فين وكده. انا I used to live in Brooklyn. Now I'm staying in Manhattan so it's quite different. Brooklyn كده تحسها more it's easier to live. معرفش. New York is one of the toughest cities in the world. If you make it in New York you make it anywhere in the world. بس فاعملوا لنا لايك و